فضيحة منتخبنا الجزائري ضد السودان اليوم في كأس العرب الذي ظهر بشكل ضعيف جدا، بمقابل أن المنتخب المغربي يسيطر ويقدم كل قوته للفوز بلقب كأس العرب. الخضر سقطوا سقطة كبيرة عن المهزل المر، عن العلقم الذي تعرض له المنتخب الوطني من دورها الأول. نتيجة كارثية لم يكن حتى أكبر المتشائمين هنا في الجزائر ولا في الوطن العربي ولا أكبر المتشائمين لم يكن ينتظر هذه النتيجة من الدور الأول. فقط لم نستطع تحقيق أي فوز، والأدهى والأمر أنه كانت تنقصنا، ولكننا فشلنا في الحصول على هذه النقيطة أمام منتخب لم يفز على الإطلاق في أي مباراة. إذن ماذا عسانا نقول بعد هذه الصدمة؟ أعلم بأن كل الشعب الجزائري حزين لهذا الحدث الكروي الجلل. هذا الأمر منذ أن استقلت الجزائر، منذ الاستقلال لم يحدث وأن خرجت الجزائر مرتين متتاليتين من نهائيات كأس أفريقيا في دورها الأول. صحيح أننا كنا نشهد مشاركات غير مشرفة ومشاركات ضعيفة، لكن ليس إلى هذا الحد. يعني لا تكتيك، لا مدرب، لا لاعبين، لا روح، لا أي شيء فوق أرضية الميدان. إذن أنا هنا فهموني كيفاش تخمم تاع هذا الفوتبول هذا، فهموني فيه. أنا هنا نحب تحبس الكرة القدم. كرة القدم هنا تحبس. كي أدموا الناس البلي دونجورو يخرج واش يروح يدير في الوسط وين كاين الغاشي لونكومبرومون كذا. كان دونجورو ادروات، كان او دونجورو هنا، لا هذيك بلاصه ريزيرفي. كيف هذا يخرج؟ كيفاه؟ انا هنا دوكا تفهموا الفوتبول باش ما يقولوش اليوم راهم جاو يفونجيو. ما جيناش نفونجيو والو، نهضروا حقائق. حنايا انا والله العظيم ما نتكلم على هذا السطاف مليح ماشي مليح، ما نتكلمش عليه. نتكلم على المسؤول اللي غاردا ستاف 2021 كونت اون ايتي اليميني كوب دافريكي كوب دي موند. انا كنت نقول لازم لا ديميسيون تتنحط، صح، ما حد ما هدر. كنت نقول لا ما تتنحطش، وهذه ماذا بك توريها بالشعب يشهد عليها. لا فيديراسيون اللي ما كانتش، باسكو ما كانتش فيديراسيون، يمشيو سور بليزورد. قلت هما يوبليجيو لا ديميسيون تاع ستاف. خلاص يا ايشاك دوز ايشاك دو غرونديوس. هذه كرة القدم، ما نقولوش خدموا ما خدموش الله يسهل، مي دوز ايشاك يروحوا. لا ناس قاردات ستاف اليوم هما يتحملوا المسؤوليه. ماذا بينا تخرج في لي ريزو شكون هاد الناس هادوما، باسكو لحقونا 5 سنين تاع كارثه. 5 سنين on a perdu 5 ans. La Mauritanie, avec tout le respect que j'ai pour la Mauritanie, نعرفوا لا موريتاني ماهيش بلاد تاع كرة القدم. عندها ألف حاجة مليحة، ما عندهاش لا تاع كرة القدم مع الجزائر. ما كانش تاريخ في كرة. بريمير فيكتوار اليوم. عندنا دي جوار، عندنا لاعبين، ولكن تايا كيف اليوم لو تروازيام ماتش لو بلو هنا ونحبس باسكو نديكلونشي ما نحبش. هنا اليوم لو تروازيام ماتش يدخلوا 4 جوار 5 تسمى فيك بون 5 خمسه. كيف يدخلوا 5؟ بريمي ماتش تسمى نديروا ايكيب، ومن بعد السنه واقيلا نبوشيو منا، ومن بعد لا دوزيام السنه نزيدوا نحيو منا. ما تروحش هيا بركاونا. لا ريسبونسابيليتي ال ريفيا على بيرسون اللي ديسيداو. مانيش عارف شكون هذا المسؤول هذايا اللي ديسيدا تقعد هكذايا. اليوم هو يتحمل المسؤوليه. نقول لك عرفت مسور فريق بدون روح صراحة، حتى ونقدروا نتكلموا الحكم ما حرم الجزائر من ضربة جزاء شرعية، ولكن انت لعبت مع موريتانيا ولم تخلق العديد من الفرص. بالعكس موريتانيا ضربت الكرة في العارضة، موريتانيا خرجت فاصا 3 ريبريز. يعني كاين انيشاك توتال. من يتحمل المسؤولية؟ هل اليوم يكفي فقط أن يأتي المدرب يقدم استقالته ويطلب اعتذار من الشعب الجزائري؟ أعتقد أنه لازم تكون محاسبة، لأن الدولة وضعت كل الإمكانيات. تسمح لي ردود؟ لا تسمح لي قبل ما ياخذ عرفات. لا يا ليميناسيون صح بصح الستاف يزيد يقعد، لازم يزيد يقعدوا مو 5 واحد أخرى، زيد يقعد 5 واحد أخرى. والله نهضر سيريوزمون لازم يزيدوا يقعدوا، ولا تمسخير في الجزائر. عرفت
يعني حتى اللي كان يتكلم على الامور السلبيه وصلت انه الناخب الوطني كان يقول ربي يهديهم ولا يهديهم، يعني تمنى الموت للبعض من رجال الاعلام، وهذه حقيقه. احنا منذ بدايه هذه الدوره وقبل الدوره قلنا سنقف خلف المنتخب الوطني، وحاولنا ان لا نكشف بعض الامور داخل البيت المنتخب، لانه داخل بيت المنتخب نعلم بمعلومات أن الناخب الوطني خلق ضغط سلبي على اللاعبين تاع المنتخب الوطني كلهم كانوا يعانيوا من الضغط تاع الناخب الوطني في فطور الصباح، في الغداء، في العشاء، يجي اسمع اكو بهدلتوني بريمي ماتش كنتو اكوتي، نو لازم دوزيام ماتش تربحوا، دبروا راسكم، انا خيرتكم وكي خيرتكم لازم تحمروا لي وجهي، لازم هذا ضغط سلبي. اللاعبين كرهوا، كاين البعض كان يقول لو النقصه لانه المدرب راه يوضعنا في يحملنا ما لا طاقه لنا به. على كل حال النقاش مفتوح، نقاش مفتوح. عرفت رضوان دوك انايا تقول ضغط كما قلت سلبي سببي، ولكن اللاعبين هذو تقدر تقول رضوان يلعبوا كاع في المستوى عالي، ما يقدرش عليهم الضغط رضوان. بصح السؤال يبقى مطروح دوك، باش نبدا لك برضوان؟ باش نبدا منين تحب؟ ما حبيتش نبدا لك باللاعبين اللي ما عندهمش مسكين، اللي ما عندهمش مستوى، نبدا لك باللاعبين اللي ما جابهمش اللي كانوا يكونوا اليوم في الدوره هذه، نبدا لك باللاعبين اللي ما عندهمش الروح القتاليه، نبدا لك باللاعبين اللي جاو بالبلون تاعهم، نبدا لك بالتكتيك بالتكنيك، نبدا لك بالكومبورتمون، نبدا لك في ستاف تكنيك اللي ايلاجي ما عندهم حتى دور. صح. دوك مدرب الحراس، سامحني بك نفتح قوس، باسكو هذاك بوراس ما عرفته ني اونترينور دي غارديان ولا ادجوان ولا كونسيي ولا ما عرفتش واش يخدم هذاك بوراس، ولا يجيب الهضره واش يدير. بصح المسؤول الاول هو جمال بالماضي. صح. دوك كي كونفيونس دو بريس مع لي جورناليست تاعو واش تقول، واش تريبوندي الدوله الجزائريه اللي دارت فيك الثقه وعطاتك كاع الامكانيات حقيقه رضوان نتكلموها. انا كما قال لك علي انا ما نلومش هاد الناس، نلوم اللي خدد الثقه. ايشاك توتال اللي درناه 2022 الدوره اللي فاتت هذه درنا دو ايشاك، كوب دي موند كوب دافريك. صح. معليش. تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة. يواصل المنتخب السعودي الأخضر مشواره في كأس العرب 2025 حينما يواجه نظيره المنتخب جزر القمر مساء يوم الجمعة على استاد البيت المونديالي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات. ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بمعنويات مرتفعة في جعبته 3 نقاط بعد تحقيق فوزا ثمينا على شقيقه العماني في الجولة الأولى، ويسعى الصقور لتحقيق الانتصار الثاني تواليا لحسم التأهل مبكرا وتعزيز صدارة المجموعة. في المقابل يدخل المنتخب جزر القمر المباراة وهو في وضع صعب بعد خسارته في الجولة الافتتاحية، ويأمل في تقديم أداء مشرف ومحاولات الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أقوى المرشحين باللقب. ويرصد الكرة في السطور التالي موعد مباراة منتخب جزر القمر وكذلك